حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم. اليوم اللي بغيب عنكم فيه بتوحشوني. تمام. وشكرا على تعليقاتكم الجميله. اللي اول مره يشوف القناه بتاعتي يخش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وحبايبي طبعا ما ينسوش اللايكات كتير كتير عشان فيديوهاتي توصل للناس كلها. تمام كده. تمام كده. يلا بينا خشوا على القناه وشوفوا طريقه السمك. والله العظيم طريقه جميله جدا، واللي ما بيحبش السمك هيحبه بسبب الطريقه دي. يلا بسرعه خش على الفيديو. حبايب قلبي وحشتوني عاملين ايه؟ لو اول مره اشوف القناه بتاعتي يخش يدوس لايك، اهم شيء اللايك عشان فيديوهاتنا توصل للناس كلها. نبدا بقى كده بالصلاه على النبي مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اكله سمك اديله ادي. تمام. معانا جزر، معايا طماطم، معايا ليمون، معايا خيار. راحت حماتي ايه خدتني ورحت السوق كده وبدعنا بقى وسوقنا وجبنا احلى اكله سمك. تمام. بصوا ده كده سمك تونه وسمك مكرونه. هتبقى في حته مفاجاه في الفيديو. اصبري عشان اوريها لك. دلوقتي هنخش على المفاجاه، بس انا بوريكم السمك ده دلوقتي. تمام. بوريكم السمك اللي هو ايه جايبينه مش صاحي، بس احنا جايبين سمك صاحي، بس احنا عاملين عليكم خدعه وكده. والله العظيم. يلا بينا نخش على المفاجاه والقنبله الكبيره. بص بقى كيمو بيعمل ايه. ده قرموط، لازم تخبطيه على دماغه كده، تخدريه اللي هو يبقى مدروخ كده. ماشي. كده قطع كريم، انا بحب ما بعرفش امسكه وهو صاحي ابدا. بصي كده قطع اول الدماغ اهي. لازم تتفصل من الجسم، يعني ايه عشان خاطر تعرفي تملكيه. لازم هو ماسك حته، بيوريكوا ان هو ماسك الحته عشان يملكه، ان هو بيزفلط كده وما بيتعرفش هتعرفي تملكيه لوحده. بصي بقى اللي جاي ده كبير، بسم الله ما شاء الله عليه. انا باكله وبحب اعمله جدا والله، بس ما بحبش القراميط الصغننه، ما بتبقاش حلوه بصراحه. بصي بقى نديلها خبطتين تلاتة كده. بصي بالسكينه، بس لازم تكون سكينه تقيله ومحمله. بصي دغدغ لي المواعين، يا خرابي يا خرابي. بصي جري منه. بصي مرمط ام والله العظيم. بصي بيدروخوا كده. لازم تدروخيه. بصي قطع الراس كده، ما ينفعش اللي احنا نجيب طبعا واحنا بنذبحه عشان ممنوع. مش متاح على اليوتيوب اللي انت تجيبي حاجه وهي بتتذبح. بصي ده بقى ازاي. بيوريك ان انت لازم تفصلي من عند الدماغ كده عشان خاطر يبقى خلاص. والله العظيم لحد ما ندورنا وكنا بننضفه كان بقه بيلعب كده. كده بقى بغسل كده القراميط. هحطها في مصفى عشان تبك ايه الميه اللي فيها دي. بغسل الدماغ دي بتاعته من بره لجوه كده. دي العضميه بتاعته السودا، دي عضمايه اللي هي العضميه اللي انا بغسلها دي، هي باينه من جوه. شلنا النغاشيش وشلت كل حاجه. تمام. انا بخلي كيمو يذبحهم لي عشان والله العظيم ما بعرفش املكه. لازم حته قماشه كده عشان تملكيه. بصي ده السمك التونه. انا قطعته جزل صغيره ليه؟ مش عشان ما تقولش انت بتسيبي السمك سليم، لا انا بقطعه جزل صغيره كده عشان معايا ولادي بيحبوا ياخدوا الحته بحتتها كده. بصي دي القراميط بقى. بصي شكلها بتلمع والله العظيم جميله. يلا بينا بقى اقول لكم على الوصفه بتاعتها اللي انتوا هتتبلوا بيها السمك. دول معايا كانوا ليمونتين كبار، ومعايا جزر على حسب ما انت بقى الكميه بتاعتك. تمام. معايا طماطم، ده فلفل مهروس، معايا كزبره وبقدونس، معايا بصل اخضر. اقسم بالله انا اول مره اعمل بالبصل الاخضر والله جميل. دول دجاج، معلقتين دجاج وملح ورشه سكر صغننه عشان القطه اللي انا حطاها، وفلفل اسمر وكمون وندعه شطه. ومعايا خل وزيت. هنفضي كده البقدونس والكزبره. اللي مش عايزه تقلي السمك وعايزه تدخليه الفرن بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي، وتخرطي البصل الاخضر زي ما انا عاملاه كده اهو، وتحطي الجزر كله كميه. انا حاطه الكميه كلها ما خليتش. انا عملت على قد المقدره اللي هي ايه، على القد تقضي الكميه بتاعتي. تمام. بصوا كده حطيت الطماطم اهو. هنزل بقى بالتوابل بتاعتنا كده. انت عارفه المقادير الحياء بتاعك حسب ما انت عارفه. كده انزل بالليمون. اهم شيء في الخلطه دي كلها الخل والليمون. ليه؟ بتضيع ريحه الزفاره وبتخلي طعم الحاجه حلو. تحطي معلقتين زيت اتنين بس. تمام. معلقتين زيت بس عليه، ما تكتريش. هو هيبك خيره كده كده. القراميط دسمه والسمك دسم. هحط بقى معلقتين هريسه كده مش حراقه. الفلفل ده مش حراق، اللي انا عملت بيه الفراخ اللي انا نزلتها لكم. تمام. بصي ده مش حراق. انا بعمل بقى بفرم الفلفل واحطه في العلبه دي. عارفين هو عامل زي الميه اللي كده، حاطه له ندعه زيت عشان يحافظ عليه، عشان مش عايزه احطه في الفريزر. بص بقى كده افضل ادمج الكلام ده كله. ادعاكي بقى بايديكي كده، تلبسي جواندي، تعملي زي ما انا بعمل النبي عربي كده مع بعض. والصلاة على النبي كده، وصلوا على النبي. ونقول ايه على الطريقه دي، وقولوا لي رايكم، جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه.
هفضل ادمج كده مع بعض عشان التوابل تحيق وكل الحاجه دي. والله العظيم اقسم بالله البصل الاخضر ماليه حل. طلع بركزت. طلع في الخلطه بتاعه السمك. ما تحطيش البصل العادي. في ناس ما بتحطش بصل، ناس بتحط له خضره وثوم. انا ما حطيتش ثوم عشان احنا تعبانين اصلا والقولون تعبنا فالدنيا مش متحمله. تمام. البصل الاخضر ده حلو عشان البرد وعشان الميكروب وعشان كل حاجه. بصوا الخلطه والله العظيم كانت ريحتها جميله. انا لو التليفون بيطلع الريحه فعلا كنت اوريكم الريحه فيها عامله ازاي. بصوا بقى هاخد شويه حلوين كده واحطهم في الصينيه الاول. بصوا بقى اوريكم، هاخد شويه هم كده افردهم في الصينيه. نسيته كنت هحشي الاول السمك. بصي اللي هي زي رق كده بس مش اكتر، انا كده كده مش محتاجاها قوي يعني. هعمل بقى كل السمك بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. خدي من التتبيله دي، في ناس بتعملها توم وفلفل بس، والله العظيم الطريقه دي جميله وخفيفه وطعمها احلى واحلى. دوس لايك في كل الفيديوهات دي كلها. اهو احمد بيقول لكم دوسوا لايك في كل الفيديوهات دي. السمك كان حلو. طيب. والقرموط كان طعمه جميل. والقرموط كان طعمه جميل. ده القرموط بقى اللي انا بعمله بتبله كده. بصوا القرموط طري. الموزه بتغزغزي اللحم كده. فكرني سموحه قوي قوي قوي. طب استنى، مش سموحه، انا بعمل الفيديو. سموحه دي امه التانية على فكره. احمد ابني ليه امين، الناس كلها لها ام واحده، احمد ابني ليه امين. بص بقى انا بعمل ازاي السمك القراميط. بغزغزه كده بصباعي عشان ايه يتبل ويشرب مع الخليط بتاعي ده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. تمام. بس يا احمد بقى، احمد ابني مشاكس والله العظيم مشاكس. الواد احمد اهو والله العظيم والواد محمد مشاكس. احنا الاتنين مش. طب يلا عيب بقى ونطلع بره. بصي بصوا انتوا عايشين معايا الدنيا اهو. شكرا يا سموحه قوي قوي في كل الدنيا دي. طب يلا اطلع بتاع سموحه. ده مين دي؟ بصوا بقى سموحه دي نسيبتنا، بس هي اللي مربيه احمد، فاحمد بيعشق حاجه اسمها سموحه. تمام. بصوا بقى دي للسمك ده بقى ما عرفناش نقطعه خالص ولا نملكه. قلت له سيبه سليم زي كده، ورحت مشققاه من الجناب ورحت متبلاه زي ما انتوا شايفين. اخر شويه خليط بقى هنحط لسه الاول في الدماغ الاول. الدماغ دي العشق كله بقى. بس بتفتحي الدماغ وتدخلي في قلبيها الخليط. بصوا زي ما انا هوريكم كده. بصي بفتح كده. مفيش خيوط. والله العظيم الريحه كانت جامده اكنك بتشوي فراخ مش بتعملي سمك. والله العظيم كانت الريحه جميله جدا. انا بحلف لكم عشان خاطر ايه تصدقوني، ولو عايزين تصدقوني اكتر جربوا الطريقه دي. انا هبقى معاها. يلا. اوكي صح. ماشي يا محمد. سايباهم انا والله العظيم سايباهم وقاعده في اخر اوضه وبرضه داخلين لي. الواحد مش عارف ياخد منهم بريك، يبقى واخد راحه كده. مفيش اي حاجه خالص. بصوا بقى الجمال بقى، الجمال بقى. التتبيله دي بقى جميله جميله. وبصوا مخليه الشكل عامل ازاي. الله الله انا لسه واكله ونفسي اتفتحت. بس انا قلت انزل لكم الفيديو دوت اعمله واوريه لكم. تمام. بس عشان الوقت اتاخر مش هنزله لكم النهارده عشان انا على ما درت وخلصت وكنت خلاص فصلت وكنت تعبانه. بصوا بقى الجمال. بصوا بقى بعد دي كانت طلعت اول مره، دي كده تاني مره اهي. كده انا طلعت السمك كله بعد ما خلاص كله كده استوى اهو كده بالمنظر زي ما انا اوريكم. بصوا احمرت ازاي. طبعا اللي اول مره يشوف القناه بتاعتنا يخش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. حبايبي اللي اول مره يخشوا لي اللايكات، واللي اول مره يخش على القناه بتاعتي يا ريت تشتركي عشان يوصل لك كل جديد وتعليقاتكم الجميله واللايكات الجميله. واللي عايزه تجرب الطريقه دي وعايزه جوزها يحبها جامد قوي تعمل له طريقه السمك دي. والله العظيم جميله. وجوزي حب عن نفسه طريقه السمك. ومع الف سلامه يا حبايب.